اليوم جبنا لكم ريسيت جديدة من عند الوالدة، كسكسي بالعصبان السردينة. وبدي ايطاب باش نشوفه مع بعضنا اليوم كيفاش باش نعملوا كسكسي بالعصبان السردينة. أول ايطاب هي نحيو سلسولة السردينة، نحيو لها شوكها. كيف تراو ايطاب سهلة على الآخر. جرب، اعمل كعبة الأولى، كعبة الثانية تتولي تمشي معاك، تلقاها سهلة. بعد السردينة اللي نحينا لها شوكها نقصوها الكل ونحطوا البصل والمعدنوس، حبق ونعناع، فلفل احمر، كرويه. واختياري تحط روز ولا شوربه ولا برغل ولا خبز. وبعد تزيدوا عظمه وتخلطوه الخليط هذاك الكل. وبعد ناخذوا كعبه السردينه من اللي حليناهم ونزيدوها لطرف من الحشوه، ونزيدوا نسكروا من فوقها كعبه سردينه اخرى. احنا هذه نسميوها عصبان السردينه، اما في بلايص اخرى يسميوها سردينه مبطنه. كل بلاصه كيفاش يسميوها، قولوا لي انتوما شنو تسميوها. بعد هذه توا نحطوها في العظام، وبعد خلطوها مع الفرينة. كان عجبكم المحتوى متاعي اعملوا لي فولو، وقولوا لي في كومنتير شنو تحب الوالد طيب لكم المرة الجاية. ديما تأكدوا من العصبانة متاعكم مليانة بالفرينة من الشيرات الكليكية. وبعد نحطوه التقلية في المقلة. واللي طاب هذه باش العصبانة تشد روحها، خاطر كيش نحطوه في القدرة هنا تبدا شدة روحها ومتماسكة. حضرنا الكسكسي متاعنا وطلع يشهي مش نورمال. اعطوني رايكم كان عجبكم.